عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نحضر معاكم القديد معروف مكثر التوانسه يعملوه في العيد الكبير اللي هو عيد الاضحى. اما انا مانيش باش نعملو في العيد، عملته بعد العيد باش نحضروا باش نهزوا معايا للسعوديه. تنجموا زيدا نتوما تحضروه قبل ما يدخل الشتاء، تعملوا به انواع الجيري الكل، تنجموا تعملوا به كسكسي بالفول والقديد، تنجموا تعملوا به شكشوكه بالقديد، حاسيلو بن على بنه اهو كتحضروه وقت اللي تستحقوا تلقاوه كالعسل. به لهنا بالنسبه للحم خذوا نتوما الكميه اللي تحبوا عليها. انا سيرته بالطريقه الواضحه قدامكم اهو قاعده نوري فيكم في اللحم كيفاش سيرته جويد باش هكاك في ساعه يشيح لي وزيد ما فميش ريسك اني هو يفسد. وتنجموا راو تعملوه بالبقري والا تنجموا تعملوه بالعلوش، وتنجموا زيد تعملوه بالضلوع نتاع العلوش، هكاك على كيفكم انتوما شنو تحبوا. انا اليوم باش نعملوا بالبقري كيما تشوفوا هبره هكاك. باش نبدا توا نوريكم الطريقه اللي هي سهله مهله ما فماش ما اسهل منها. بالنسبه للقديد راهو يحب الملح، اما ما تملحوش اكثر من اللازم باش ما يجيكمش مالح برشا، وزيد اذا كان تخليوه ناقص ملح يفسد لكم، راهو فما ريسك انه يدود. هذه الكميه نتاع الملح اللي انا باش نحطها في اللحم. باش نحط ونبدا نخلط بالباهي للي الملح هذاك يدخل في اللحم. مانيش باش نحط كميه الملح هذيك الكل، باش نخلي جوست هكا شويه او تشوفوا من بعد شنو باش نعمل بها. كيما تلاحظوا لهنا ما حطيتش حتى نوع اخر نتاع فيح، جوست ملح هكا. اما كمرحله اولى خاطر انا راهو القديد يعني نفوحوا بالباهي باش هكاك يجي بنين، قعدت نحط في الملح بشوي بشوي ونخلط ونعاود ناكد عليكم ما تخليوهش ناقص ملح باش هكاك ما يفسد لكمش وما تحملوهش اكثر من اللازم. انا علاش ما قلت لكمش كميه الملح بالضبط قداش، على خاطر كل واحد قداش باش يعمل اللحم. به لهنا كيما تشوفوا قعدت نخلط بالكدا باش الملح هذاك يدخل في اللحم. ومن بعدين شنو باش نعمله، باش نحطه في الكاسكيس نخليه يستقطر ليله كامله. تو تشوفوا قداش يسيب ماء باش هكاك في ساعه القديد يشيح، معناها في ساعه اللحم يشيح ما يقعدش مده طويله، وباش يسيب الدم والماء الزايد هذاك. لهنا كملت حطيت كميه الملح اللازمه، قعدت نخلط بالباهي كيف ما شفتوا للي الملح دخل في اللحم. الملح اللي خليته هذاك باش نستحقوه من بعد، جبت لهنا الصفيه نتاعي، تجيبوا كاسكيس ولا اي حاجه المهم باش نفرغ فيها كميه اللحم وباش نغطيه نحطه في الفريجيدير. وتو تشوفوا قداش يسيب ماء ودم. ومن غدوه ان شاء الله نكملوا الروسيت نتاعنا، يعني تنجموا تعملوا المرحله هذه الصباح وتخليوه نهار كامل، ولا تنجموا تعملوه في الليل وتبيتوه ليله كامله هكاك، معناها انتم والوقت اللي عندكم. ولهنا رجعنا له من غدوه باش نكملوا الروسيت نتاعنا ان شاء الله. ما تنسيوش باش تغطيوه، ما تدخلوش الفريجيدير هكاك عريان، وشوفوا كيفاش تحسوه ديجا شايح. ريتو قداش سايب ماء وقداش سايب معناها هكا الماء بالدم والكل هذيك الكل تخلصنا منه. ومن بعد نفوحوه يبدا ما فيهش حتى ماء حتى شيء. باش نحط توا الكميه نتاع اللحم نتاعي في شقاله تبدا كبيره باش هكاك نفوح براحتي. ريتو كيفاش تحسوه معناها شايح بالكدا هكاك، زاده يشيح لكم في ساعه وما يقعد لكمش مده طويله وهو يشيح. نحاول هكا نحلو من بعضه باش هكاك يتفوح لي بالكدا. وتوا باش نفوح القديد نتاعي، اول حاجه باش نحط كميه الملح اللي خليتها هذيك من الاول، على خاطر ديجا اكيد راهو انقص من الملح، هبط مع الماء هذاك اللي فيه. حطيت كميه الملح وباش نبدا توا نسمي لكم لفاحات. بالنسبه للفاح راهو زاده حسب كميه اللحم نتاعكم. انا راهو كميه كمان ما شاء الله حطيت مغرفتين كبار نتاع فلفل احمر، مغرفتين كبار نتاع نعناع شايح، مغرفتين كبار نتاع تيبلو كرويه هذيك التيبل التونسي، مغرفه كبيره نتاع كركم، ومغرفه صغيره نتاع فلفل الاكحل. هذوما اللفاحات نتاعنا. بالنسبه لي انا راهو العلوش والا البقري نفوحهم بنفس الطريقه، جوست كذا كان باش تعملوه بالعلوش نقصوا شويه من التبلو كرويه او تنقصوا شويه من الثوم. اذا كان بالبقري هاكا تحبوا تحطوا سامحوني كميه باهيه، على خاطر البقري يحب الثوم ويحب التبلو كرويه. بالنسبه للثوم حطيت زوز روس انا نتاع الثوم، وباش نحط زياده شويه نتاع زيت. تحبوا تحطوا زيت زيتونه ولا زيت نباتي، انا حطيت زيت زيتونه، اما راهو معناها تنجموا تحطوا زيت نباتي
حبيتي مش مشكله. هذيك كميه الثوم اللي انا حطيتها كما قلت لكم على خاطر بالبقري، والبقري يحب الثوم. حطيت لفاحات هذوكم الكلهم اللي سميتهم لكم، فما برشا ما يحطوش النعناع زاده ما يحبوش، انا نفوحوا الحقيقه بالطريقه هذه ويجيني ياسر بنين. حطيت شويه زيت باش هكاك اللفاحات يدخلوا في اللحم بالبي، للي نشوفوا اللحم تفوح صيي، ما تخليوش معناها جهه مفوحه او جهه لا. صاي لهنا اللحم نتاعي تفوح بالكدا. في المرحله هذه تحبوا تخليوه هكاك سباعتين 3 امراقد في اللفاح نتاعو، الا تنشروه ديريكت هكاك كيف ما تحبوا. تنشروه في الشريطه عادي بطريقه عاديه، الشريطه تغلفوها بابي سولوفان والا تحطوا عليها ساشي ولا مشمع ولا حاجه، ومن بعدين تنشروا القديد تخليوه نهارين ولا 3 ولا 4 ايام حاسيلو ولا 5. المهم كي تشوفوه صاي شاح بالكدا تنحيوه. لهنا صاي انا القديد نتاعي شاح هاكا ظاهر شيح بالكدا خليته حكايه 3 ايام على خاطر ديجا الدنيا سخونه برشا ويفرق. راهو انتم والبلاصه اللي ناشرين فيها وانتم والطقس دونك هاكا المهم لازم يشيح بالكدا. نحاتو امي مشريته صاي ولهنا هذه القديد نتاعي حاضر. تحبوا تقصوه جويد على الاخر، تحبوا تقصوه تخليوه خشين شوي، انا باش نعمله متوسط ماهوش خشين برشا او ماهوش جويد برشا، باش نقصوه هكا بالمقص. وراو معناها صعيب القصان نتاعو، اما بالمقص هاكا اسهل ملي بالسكينه. فما بارتيات يبداو يبسين على الاخر وفما بارتيات هاكا يبداو ساهلين. المهم نوسعوا بالنا ونقصوه بطريقه هكاكا الواضحه قدامكم. نسيت ما قلت لكمش راهو كي تنشروه في الليل تنحيوه من الشريطه والصباح تعاودوا تنشروه هكاكا كل يوم للي يشيح. وكي تخليوه منشور في الشريطه تغطيوه بتول هكاكا باش معناها بنقص غبره وكل شيء. سينو اذا كان ما تحبوش تغطيوه مش مشكله نورمال. باهي صاي لهنا كملت انا قصيته. تو باش نحطه في الساشيات وتنجموا تستحفظوا به هكا، تحطوه في الساشيات تحطوه في الفريجيدير اللوطه. انا الحقيقه نحطه في الفريجيدير اللوطه، وفما لي كنجلو يخاف عليه لا يفسد يكنجلو. وتنجموا تسليوه في الزيت والا تقليوه وهكاك يصب لكم اكثر وما تستحقوش معناها تحطوه في الفريجيدير. انا باش نحطه توا مبدئيا في الساشيات على خاطر باش نهزو معايا للسعوديه، وبنقص هكا الزيوت والكل وباش نقسم. فما بارتي باش نخليها نطيب بها الكسكسي هذيك بالفول والقديد مانيش باش نقليهم، والبقيه باش نقليهم. انا الحقيقه نحب القديد يبدا مقلي في الزيت، نحسه يجي ياسر بنين ابن ملي نخليه هكا. وانتم على كيفكم تحبوا يعني تكتفيوا بالمرحله هذه يزي. سينو باش نكمل معاكم الفيديو. لهنا كملت معناها الفيديو هذه مصور في تونس، وباش نكمل الجزء الثاني كي نوصل للسعوديه نكمل نسليه ونوريكم كيفاش تستحفظوا به. هذه البارتي الاخرى من الفيديو باش نكمل نصورها في السعوديه. قسمت كيف ما قلت لكم، شويه خليته هكاكا موش نقليه في الزيت وشويه باش نقليه في الزيت. قبل ما نقليه شنو باش نعمل؟ حطيته هكا في شقاله تبدا كبيره شويه وباش نسخن الماء، ما نغليوهش جوست نسخنه، مهم يبدا سخون. وباش نغسل القديد نتاعي بالماء، وهذاك زيد اللي تخليوه شايح راهو قبل ما تجيو معناها طيبوا بيه تغسلوه باش ينقص هكا الملح وينقص زيد الفحات الزايده. كملت لهنا حطيت فوقه ماء سخون وباش نغسلو هكاكا ينقص الملوحه او زيدا فما فحات زايدين هاوكم يتنحاو. فما اللي يغسلوا مرتين ولا 3، انا الحقيقه نغسلو مره هاو ويكفي. لهنا نحاول نغسلو بالباهي ونخليه دقيقتين في الماء هذاك، ومن بعد نصفيه نخليه يستقطر بالباهي، لازم يعني نستقطروه بالكدا ومن بعدين نقليوه. نورمالمون لهنا كل شيء واضح. باش نهز توا القديد نتاعي نسقطرو وصاي لهنا هاوكا صفيته وخليته يستقطر
تقطر، وباش نشوفوا كيفاش باش نقليوه. خديت لهنا الطنجره نتاعي باش نحط فيها القديد ونصب الزيت. بالنسبه لي انا لو نعمل زيت نباتي، ما نعرفش اسكو فما شكون يعمل القديد بالزيت زيتونه والا لا، انا ديما نعمله بالزيت النباتي. باش نحط لهنا كميه نتاع الزيت اللي يطغم، لازم راهو يطغم بالزيت، والزيت هذاك راهو مش في خساره. من بعد انا باش نستحقوا نجمو كي نجيو نطيبوا ناخذوا منه شويه يبنن الماكله. لهنا باش نحاول نرص القديد هذاك باش يهبط اللوطه، اما شيء معناها ناقص زيت باش نكمل نصب الزيت اللي يتغم. والمره الاولى نحطوه على الغاز، يبدا الغاز عالي شوي ومن بعد نقصوا، لازم يتقلى والا يتسلى، كل واحد كيفاش يسميه، على نار تبدا متوسطه باش هكاك ما يتحرق لكمش ويقعد طري، وما تقليوش اكثر من اللازم سينو راهو يولي لكم يابس على الاخر. هاكا لهنا ديجا قرب صاي يحضر، ريتوه لازم هكاك يبدا يغلي ومن بعد صاي يبدا حاضر. لهنا مازال ناقص شويه، يمكن المرحله هذه باش تقعد حكايه 10 دقائق راهو مش اكثر. وصاي يبدا القديد نتاعنا حاضره، الريحه نتاعو خرجت ياسر بنينه. وصايي لهنا القديد نتاعي يحضر باش نوريهولكم كيفاش لازم يكون. ريتو كيفاش اللون نتاعو ما يبداش ياكل ياسر غامق، سينو راهو اذا كان تقليوه اكثر من اللازم كيف ما قلت لكم قبيله، قلت لكم برشا مرات يبسلكم. نحيت انا الزيت هذيك نتاع القديد على خاطر سخون على الاخر، ما حبيتش نخليه في وسط القديد باش هكاك ما يزيدش يتقلى وهكاك فما ريسك يعني يبسلي. خليت الزيت يبرد براحته على جنب والقديد هاكا يبرد براحته، ومن بعد نحطه في الحكوك وهكاك يبدا القديد نتاعي حاضر. نستحفظوا به في الحكوك، تنجموا تخليوه البرا والا تنجموا تخليوه معناها في الفريجيدير على كيفكم. البرا يصبر وفي الفريجيدير يصبر، اذا كان عندكم بلاصه في الفريجيدير هاكا حطوه جوست كي باش تحطوه في الفريجيدير باش يجمد، خاطر الزيت هذاك باش يجمد. لهنا بديت نحط في القديد في الحكه هذيك، نحطه معناها من المستحسن نحطه في حكه بالنار، اذا كان تحبوا تنجموا تحطوا في البلاستيك يعني ما يقلقش زايده. كيما ريتو هكاكا نحط القديد ونحط فوقه الزيت باش هكاكا يتغم بالزيت، ونكمل نحط هكاكا اللي تتعبى الحكه. اذا كان ما زازكمش الزيت هذاك اللي قلينا فيه القديد تنجموا راهو تعبيوه بزيت اخر، المهم لازم يكون مغموم بالزيت باش هكاكا ما يفسد لكمش. انا حطيت بزيت زيت من الاول دونك معناها باش يكفيني، استعملت كان زيت القديد، وكيما قلت لكم زيت القديد هذاك بنين برشا ويبنن برشا الماكله. اذا كان معناها باش طيبوا جيري هاكا تحطوا مغرفه من زيت القديد مع القديد، والا شكشوكه بالقديد تحطوا مغرفه منه ولا مغرفتين، وهكيك ما تخسروش الزيت وزاد الماكله تجيكم ياسر بنينه. نكمل انا نعبي الحكه نتاعي، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله يبدا كل شيء واضح. وكالعاده اذا كان عندكم اي حاجه باش تسالوا عليها اكتبوا لي في لي كومونتير وانا ان شاء الله نجاوبكم. كملت لهنا عبيت الحكوك الزوز، جاني زوز حكوكه هكا ما شاء الله، نغطيهم وانا باش نستحفظ به البرة. معناها كيف ما قلت لكم مانيش باش ندخلوا الفريجيدير بالرغم في السعوديه الدنيا سخونه برشا، اما مجربته انا يصبر واموره واضحه. هكا هاو توا نقولكم بسلامه، وان شاء الله يا ربي نتقابلوا فيديو اخر على قريب.